السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه سريعه. الحمام المحشي طريقته سهله جدا وبسيطه. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا في طاسه على النار حطيت 3 معالق كبار من السمنه، عليهم بصلايه متقطعه مكعبات صغيره بالطريقه دي كده، بصلايه متوسطه. هقلب فيها لحد ما تدبل معايا، واحط عليها نص معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود. ده كده هي القوانص والكبده بتاعت الحمام، انا بقطعهم مكعبات صغيره بالطريقه دي، بتبقى طعمها احلى في خلطه الرز. انا بعمل الحمام هنا بخلطه المحشي بخلطه الرز، بيبقى طعمها حلو جدا، وبتبقى تحسي ان طعمها كده مسكر في الاكل، واحلى طبيعي من الجاهز. انا مبحبش الحمام اللي هو الجاهز ده ابدا. قلبت فيها لحد ما ابتدت ان هي تاخد كده تشويحه من بره. بعد كده نزلت بكوبايتين من الرز، انا غسلاه ومصفياه كويس جدا، وابتدي احمر الرز معايا. انا عايزاه كانه كده يعني نص تسويه. انا هنا هفضل اقلب في الرز اللي ياخد لحد ما ياخد معايا يعني تشويحه كده، ايه لما تيجي تحطيه في الحمام يجي يستوي معاكي يبقى مفلفل. يعني الرز عشان يطلع معاه مفلفل معاكي لازم تحمريه كويس جدا. ده كده الرز بتاعي بعد ما حمرته. هقفل على النار اسيبه يبرد شويه لحد ما اجهز الحمام بتاعي. ده الحمام طبعا كنت غسلاه كويس جدا ومصفيه من اي ميه، وهوريكم بس انا بحشي ازاي الحمام. اللي فوق دي دي بتبقى اسمها حصالة الحمام. انا بحشيها بالطريقه دي كده، وخدي بالك وانتي بتحشيها ان هي تتقطع منك الجلده دي، لان لو اتقطعت مش هتعرفي تحشي الحمام من فوق. بتخلي الحشو كده مناسب، لا هو فاضي قوي ولا مليان قوي. انا بحب حشو الحمام يبقى متوسط. وابتدي كده انا اوزعها من تحت زي بالطريقه زي ما انتم شايفين، واحشيها من تحت رز بالطريقه دي. وبقفل الحمام من تحت كده، والحتت اللي هي بتبقى مقطوعه معايا او بيبقى باين فيها الرز، انا بقفلها بالابره والخيط بخيط الحمام، بنضفه من الرز. انا في الوقت ده طبعا حاطه حله على النار فيها تلتها كده ميه. اول ما تغلي هسقط الحمام بتاعي. انا كده نضفتها من الرز خلاص. هكمل باقي الكميه، ودي الكميه بتاعتي بعد ما خلصتها. لو تلاحظوا كده انا مربطه الحمام من فوق من عند الحصاله قافلاه بالخيط، والحتت المفتوحه مخيطاها. هنا التوابل اللي انا هحطها ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره مليانه، ورقتين لورا، بصلايه متوسطه، 2 فص حبهان. واحط الحمام بتاعي واخلي النار متوسطه عليه، يعني اقل من المتوسطه عشان يستوي براحته، ما يبقاش الحمام ني والرز معجن، او الحمام مستوي والرز من جوه مدقدق. الاتنين يستووا مع بعض، يبقوا الاتنين مفلفلين. طبعا انت بتختبري الحمام كده من عند الجناح بظهر المعلقه، بتشوفيه لو لقيتيه لسه ناشف معاكي. انا يعني كان محتاج كده حوالي 10 دقايق تسويه تاني. ده كده الحمام بعد ما خلصته هطلعه من الشوربه بالطريقه دي. لقيت واحده كده ابتدى الرز يطلع منها كده، الحمام استوى معايا. طلعته، وده اللي هي فتحت معايا، هي دي بس اللي فتحت معايا. بعد كده هجهز الزيت اللي اقلي فيه الحمام ده. الزيت بحط عليه، ده اختياري، 3 معالق كبار من السمنه. وابتدي احمر الحمام من الجوانب كلها. ده كده الحمام بتاعي بعد ما خلصته حلو جدا. انا عايزه اقولك ان بيبقى طعمه حلو جدا في البيت، والخلطه دي سهله جدا وبسيطه، وفي نفس الوقت طعمها بيبقى حلو في الحمام. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو اول مره تشوفي الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.